السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كاميليا فريد ودي قناتي. هنبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسمي الله. النهاردة بقى هنعمل مع بعض اللفت، هنملح مع بعض اللفت. يعني بنجهز شوية مخللات كده لرمضان. هعمله معاكم النهاردة بطريقة بسيطة قوي وسريعة إن شاء الله. نبتدي الفيديو ونسمي بالله كده. معايا هنا دول 3 كيلو لفت، انا غسلاهم زي ما انتم شايفين كده، منضفاهم كويس. هخرطهم بقى صغير كده وارجع لكم تاني ان شاء الله. انا قطعتهم 3 كيلو، قطعي الحجم اللي انت حباه. نحط عليه بقى الملح بتاعه ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت حوالي نص كيس. هحط بقى هريسة شطة، مفيش هريسة شطة حطي شطة عادية خالص عليها اهو. وهنحط خل، بصي بقى انت ممكن تقلبي وتسيبيها تنزل بقى ايه الميه اللي فيه، لو انت البرطمان بتاعك خايفه ان هو ايه ما ياخدوش، يعني بيطرى شويه، فبتعرفي ان انت تدخليه جوه البرطمان ويهبط معاكي جوه البرطمان يعني. لكن لو انت مستعجله، انا مستعجله، فانا ايه هحطه في البرطمان على طول ان شاء الله باذن الله. انا هنا بقى هعبيه في البرطمان بتاعي كده. مش عارفه انتوا سامعين صوت الشتا ولا لا، بس الدنيا عندنا في اسكندريه عماله تشتي، احنا بنقول شتا في اسكندريه. اللهم صيبا نافعا يا رب العالمين. هعبيهم بقى وارجع لكم. بصوا بقى انا بعبي اهو، بس حبيت اوريكم يعني ايه. هبديه كده، اعمليه كده عشان بيبقى فيه فراغات. بصوا في فراغات تحت اهو كده علشان ينزل لتحت. معايا هنا بقى ايه شويه ميه مكان اللفت، عشان ايه الحاجات اللي احنا حاطينها. هنحط باكل الملح، شويه خل تاني برضو، وهنقلب ندوب الملح يعني. متنسوش الصلاة على الرسول الكريم يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام، وحوقله واستغفره. وما ننساش برضو نترحم على أموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. ربنا يتقبل منا يا رب، ربنا يرحمهم برحمته. مش عايزين ننسى برضو يا جماعة غزة وأهل غزة وشهداء غزة، ربنا يرحم شهدائهم يا رب العالمين، وربنا ينصرهم نصرا عظيما كده إن شاء الله. تعجب له أهل السماوات والأرض بإذن الله، ويحفظ مصر وأهلها. أنا هنا بقى دوبت، هدوق. عايزة شوية ملح. هدوب ده بقى كده. الحاجات دي حلوة في البيت يا جماعة، المخللات دي في الشتاء بالذات، وأكلات الشتاء بتحب المخللات. واحنا رمضان جاي، كل سنة وانتم طيبين يا رب. كده شهر الخير عليكم جميعا، ويا رب كده ايه يجعله شهر الخير والأرزاق
وربنا يبارك لنا كده في كل حاجة يا رب إن شاء الله، ويجعلنا لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. هعبي بقى المية في قلب البرطمان وارجع. انا حطيت لها هنا شوية مية لان المية اللي انا عملتها لقيتها حبة صغيرين، يعني كانوا عايزين حبة صغيرين كده فزودتها مية وكده خلاص. نقفليه جامد كده اهو، وبكده ابقى خلصت مخلل اللفت معاكم، ويا رب جربوه بقى بطريقتي ان شاء الله تعجبكم باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين. واشوفكم الفيديو الجاي على خير، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.